ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده عندنا خروجه كده بعد اسبوع حافل بالتعب والودان وجعاني والزور والدماغ وكل حاجه. بس قلنا لا، النهارده لازم نروق على نفسنا بقى شويه. فهنروح كافيه من الكافيهات الحكوميه او الكافيهات البلديه. الكافيهات دي في تركيا بتقدم خدمه بسعر مدعم او بسعر اقل، بلس ان بيبقى فيه خدمات للاطفال زي العاب والحاجات كده. فهي دي الحديقه اللي هنروحها. هحط لكم العنوان في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف تحت للناس اللي بتسال عن العنوان وكده. هي هناك اهي، شايفين. هنخش بقى واوريكم الفطار بيبقى بسعره كام، بيبقى شكله عامل ازاي حتى، والعاب الاطفال تبقى عامله ازاي. هناخد جوله في المكان كده، وهيبقى فيديو لذيذ ان شاء الله يعرفكم على بعض من الحاجات في اسطنبول او في تركيا عامه. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض. متنسوش ارجوكم اللايك ده بيحسسني ان انتوا عجبكم الفيديو وعم تتفرجوا عليه، او الديسلايك بيحسسني ان انتوا ما عجبكوش. لكن عدم اللي هو المعرفه ده، مش عارفه انتوا بتحبوه ولا ما بتحبوش، مش عارفه. شكرا على الكومنتات الحلوه، ويلا نبتدي الفيديو مع بعض. بصوا ده صور الحديقه من بره. انتوا هتنزلوا في محطه اسمها حرامي درة، ومن المحطه اللي هناك هتيجوا على الحديقه دي. دي حديقه قريبه لينا، فقلنا ننزلها عشان مش قادره اطول حتى النفس في وقت التعب، يعني اللي هو مش قادره اخد نفسي لمسافات طويله وكده. فقلنا نروح حاجه قريبه مننا. بصوا هي الحديقه كلها حكوميه زي ما قلت لكم. ودي زي المنتزه عندنا في اسكندريه كده. مش عارفه في القاهره ممكن تبقى زي ايه، بس الناس اللي ساكنين في القاهره في محافظات تانية ممكن يقولوا لي الحدائق اللي شبه كده عندهم اسمها ايه. بصوا اهي. في طابور طويل. بصوا يعني مستنيه استاذ حسين واستاذه ليلى. ده لسه في من جوه، يعني ده انا كده باخدها لكم من على الوش. استنى اوريكم كده من جوه من هنا. شايفين قد ايه؟ الربيع بقى داخل. يلا نخش على الكافيه جوه بقى. بصوا هي دي الاسعار. سعر طبق الفطار ب65 وسعر بقى الوجبات ستينات وحاجات. بصوا خدوا سكرين شوت للحاجات. وده بصوا الشاي ب6 والميه والعصير ب7. النسكافيه ب25 كده. يعني بره النسكافيه بتلاقوه ب70. الفطار بره بيبتدي من 200، فاهمين؟ او مثلا 150. هنا بصوا الاسعار النص تقريبا. بس كده. وبصوا الحلويات كمان. الحلويات ب30 بره، الحلويات ب100. كل بقى الحلويات دي. بصوا الرز بلبن ب35، البروفيترول ب35، انا بقول كل الحاجات التيراميسو ب35. كل الحلويات تقريبا ب35 وب30. شايفين؟ بس كده. فهم المفروض قعدوا تحت وانا نازله لهم دلوقتي، فقلت اخد الاسعار وانزل بقى، وحسين هيطلع يطلب. بصوا هم قاعدين هناك اهو، شايفين؟ يلا بينا نروح لهم بقى. بصوا ده بيبقى شكل الفطار اللي هو ب65 ده، ومعاه شاي ومعاه بيضه ومعاه عيش هناك. بس انا مش باكل العيش ده لاني بعمل نظام غذائي وليس دايت، ولكن نظام غذائي صحي. بجيب معايا بصوا استني اوريكم. بصوا اشكي كان اوبن ذيس. تمام. بصوا هي كيكه اسمها مش كيكه، خبز اسمه خبز الارز. بيبقى حوالي 32 سعر 32 كالوري للواحده بس. تمام. باكل بيه الاكل تقريبا، يعني كل مره بنخرج فيها ما باكلش اكل يعني. وحتى لما نخرج بره ما باكلش سناك او حاجه، باكل بيها ده. شايفين؟ تبقى عامل كده. ده صحي جدا وما فيهوش ما بيزودش سكر الدم او اي سعرات حراريه كتير. فباكل منه 2 بس على الفطار، كل مره باكل فيها الفطار. وجبنا الليله، هي ليلى كانت فتره في البيت لان احنا نازلين 11، فده متاخر قوي على فطار ليلى.
فانا اكلتها في البيت فطارها وجبنا لها ده طبق البوريك ده، وهي بتحب البطاطس معاه. بس كده يلا بينا بقى. بصوا ده الفيو. بس بتقعدوا تاكلوا وجبه ب65 وعلى فيو كده، وما بتدفعوش كتير، فاهمين يعني؟ مش زي الدفع بتاع الفطار بتاع بره. بصوا خلصنا فطار بقى، المفروض نازلين كده نتمشى في البارك شويه وليلوش تلعب شويه. بصوا هتلاقوا بقى كل الناس تحت حاطه حاجات تقعد عليها. مثلا الناس تفطر فوق تنزل هنا تشرب الشاي بقى والحاجات دي، ويقعدوا بقى يقضوا وقت طويل. شايفين؟ فكل كل المساحات دي بتبقى خلاص فور فري، يعني انتوا بتدفعوش اي حاجه اصلا لدخول البارك. حتى البارك اصلا الدخول ببلاش كمان. وكل منطقه في اسطنبول ليها بارك كده، او كل بلديه ليها بارك كده كبيره. مثلا في واحده في افجيلار برضو حلوه قوي بحبها، في واحده في منطقه اسمها سوسيال. فكل مكان انتوا عايشين فيه هنا في بارك كده ليكوا مستقله يعني. والربيع بقى دخل وكده، فهتلاقوا بقى الخضار جميل. وبصوا دي مكان حديقة الأطفال، هي في نفس المكان. وفور فري برضو. ليلى كل مرة بقى تيجي للبتاع دي تطلع عليها انها تنزل في البتاع الحديدية دي، تيجي تقف هنا وتخاف، اللي هو تعيط عشان تخش البتاع دي، وتيجي تقف هنا وتخاف، اللي هو معرفش ايه الحب في انها تطلع بس الحتة دي. وهنا كمان في مصلى نسائي اللي هو الجامع، في حمامات وفي كل حاجة. وزي ما قلت لكم هحط لكم اللوكيشن بتاع الحديقه في الديسكريبشن بوكس، الناس اللي بتسال ما بتحطيش المكان ليه، والله يا جماعه بحطه في صندوق الوصف والله. بصوا قبل ما نمشي عايزه اوريكم ان دي اسمها اشجار، قبل ما نمشي من الحديقه يعني اخر حاجه. دي اسمها اشجار الاهلامور. بصوا دي الاشجار دي بياخدوا منها الاهلامور ده، اللي هو النبته دي بيحطوها في ادويه الاعشاب اللي انا هرياها بقالي اسبوع. وادويه فتح الشعب الهوائيه بتاعت الصدر وكده عشان الكحه، زي ورق الجوافه عندنا، بس ده اسمه الاهلامور. تمام؟ دي عشبه تانية خالص، بس منافعها زي منافع ورقه الجوافه عندنا. بس كده. فالمفروض بقى هناخد الست ليلوش من هي فين؟ هناك اهي. هناخد الست ليلوش من هنا، ونطلع بقى نكمل نشوف هنعمل ايه في طريقنا. نطلع بقى بره الحديقه خالص. تعيطي ليه يا نونو؟ بصوا خرجنا بره الحديقه، وبره الحديقه دي بيبقى فيه كومباوندات كده. عايزه اوريكم كومباوند كده، او مش كومباوند، هو مجموعه 3 عمارات صغننين. كنت نفسي ان انا اسكن جوه واحده فيهم. بس روحنا مكان تاني. بصوا ده بس كان غالي قوي، واتكوا على قوي. بصوا يبقى شكله كده من جوه. بصوا هو 3 عمارات شبه بعض، دي ودي ودي. هو مش كومباوند كبير يعني، بس كان نفسي اسكن فيه قوي، لان احنا كنا ساكنين قريب من هنا. فبس كان غالي قوي وقتها، قوي قوي قوي. دلوقتي كله بقى غالي خلاص يعني. كله بقى نفس الاسعار خلاص. فالمنطقه دي انا بحبها، معززه الى قلبي كمان. سامعين زن ليلى ليه بقى دايره بالزن؟ عشان عايزه تاكل دندورما اللي هي الايس كريم وترجع الحديقه تاني، وده طبعا مش هينفع. سكتنا ليلوش
في بنوته سالتني هو ليه في تركيا بتدلعوا ليلوش رنوش، مع اننا في مصر بنقول على ليلى لولي، على روني روني. انا رديت عليها قلت لها ملهاش علاقه، هي بتبقى تيجي كده بالحظ، ولكن احنا ما بنقولش. بصوا اللي عايز يشتري يا جماعه شقه، بصوا شقه للبيع، اتصلوا على الرقم ده اللي عايشين في تركيا. المنطقه اسمها منطقه يعقوبلو. بصوا الكومباوند ده الصغنن ده كمان بس قديم قوي. وقتها بقى حسين رفض النعمه وقال ده قديم قوي ما ادفعش فيه الفلوس دي خالص. وكده فما خدناهوش دلوقتي بقى سعره عالي جدا يعني. كمان يا جماعه انا بتكلم عن الحاجات دي للايجار، ها مش للتمليك، بس بتكلم عن الايجار. هنا في تركيا حوالي 99% من الناس بتأجر شقق، ما بتشتريش شقق زي الدول الأوروبية يعني وكده. بس فاحنا هناخد الشارع الجاي ونروح لبتاع الايس كريم المشهور في المنطقة دي. قبل كده كنا ماشيين فيها وقلت لكم في بتاع ايس كريم جميل هنا بس كان قافل، فدلوقتي ان شاء الله يؤذن بالفتح واوريه لكم. يلا بينا. وصلنا عند بتاع الدندورما اللي هنا بيقولوا عليها دندورما، لكن هو الجيلاتي يعني بالاسكندراني، والايس كريم بالعامي يعني. اسكندريه لينا لهجه لوحدنا كده. بصوا بيبقى كل الحاجات طبيعيه كده. Çilek. Hayır sadece çilek. Çilek alalım. Pardon. Pardon. Ne istiyorsun kızım? Tamam o anne için. ليلى بتطلب لي. بس هو ده يبقى كل الحاجات طبيعيه، وبيصنعوا الحاجات في الاوضه اللي فيها لبن جوه دي. دخلنا السوبر ماركت ده قلت لكم ده الماركت اسمه فيلا وتابع لبيم، بس بيبيع حاجات اكثر ترفيها يعني، حاجات عاليه الجوده اكتر، بس هو تبع بيم. انا جايه بس ابحث عن العيش ده، الخبز ده خبز ليفي الياف بس ما فيهوش اي دقيق، وفي منه بيتباع جلوتين اللي هو ما فيش جلوتين فيه، بس انا عادي باكل حاجات فيها جلوتين بس ما بيبقاش فيها. عارفين الحاجات البيضه اللي جوه العيش الابيض دي ولا العيش الاسمر؟ انا ما بحبهاش، فبجيب العيش ده ده اللي بقعد عليه يعني على طول. ده عامل قد ايه؟ ده عامل 81 ليره في 24 واحده، بيكفيكوا حوالي 12 يوم. تمام، باخد كل يوم منه 2 يعني. ودي رايس كيك اللي انا وريتها لكم الصبح، دي برضو اللي انا بستعملها. دي عامله قد ايه؟ دي عامله 39، بس انا عايزاها بالعيش البني، قصدي بالدقيق البني. بصوا في دي وفي دي دي جلوتين فري. بصوا مفيش جلوتين فيها، كله جلوتين فري. ماشي، ممكن اخد واحده، هاخد دي. بصوا دي ودي حاجات صحيه برضو، بس انا ما بحبهاش لان فيها سكر كتير. بيستعملوا سكر ستيفيا فيها، بس انا ما بحبش السكر ستيفيا اصلا. وبصوا زيت الزيتون هنا الكيلو بكام؟ 320، بس كوملي اعتقد مقاطعه، فبنجيب هراس ده بيبقى بحوالي 254. كوملي جميل. مناخيري بتخنف في البرد. كوملي جميل جدا، بس هو مقاطعه للاسف، من الحاجات المقاطعه، فممكن نستغنى عن الحاجات الجميله قوي يعني، بس لغرض يعني انساني. الماركت ده هادي قوي، انا عايزه انام. ايه ده؟ يلا نكمل. بصوا كل الحاجات دي مقاطعه. اللي تحت نستل مقاطعه، لكن في ايتي ده مش مقاطعه، دي براند تركيا. دي كورن فليكس والحاجات دي، بس انا برضو ما بحبهاش. والالبان هنا ب4. Aşkım, we will buy suit from here. We will buy suit from here. We will buy suit from here. وهناخد واحد لبن نص دسم 29. البراند دي حلوه. الباقي ب34 36 كامل دسم، بس انا عايزه نص دسم. بصوا برضو ده كامل دسم، ده 1.5، ده نص دسم، وكامل الدسم بيبقى 2 و3.
فانا هاخد واحد نص دسم. استشمع حسين بيقول لي خلينا ابدي احسن. تمام كده خلاص، ممكن اخد ده بديله. حسين بيحب البراند دي اكتر. هاتي ده. تجزيز هنا. هنشوف هنجيب ايه كمان. وهناخد كمان باكيت الدبابيس ده. هو يا ليلوش ده عامل 149. كوي كده كوي. وهنجيب بطاطس بس كده، ده اللي انا عايزاه النهارده. بصوا في الفراخ الكامله الكيلو عامل 92، بس انا مبحبش الصدور فعشان كده بنجيبش الفراخ كامله. وفي كفته وفي حاجات كتيره. بصوا دي بوني اشكامبا مبو. بصوا الكرشه دي، كرشه دي بس كرشه بالتناس شويه. دي عامله 79. وده قسم الاجبان والحاجات دي. بس احنا عندنا جبنه والحاجات دي فمش هنجيب يعني. انا بفرجكم على السوبر ماركت بس دلوقتي. تحسوا ان هو بيم بس زي ما قلت لكم المحترم منه يعني. بما اننا هنركب من هنا مش هنعدي على بيم اللي جنبنا، فقلنا نجيب من ده بالمره يعني. وهحط لكم برضو اللوكيشن بتاعه للناس ساكنه هنا وعايزه تيجي المكان ده. بس كل مكان بيبقى فيه اصلا فيلا يعني. يلا بينا. بصوا دي كمان قبل ما نخرج قلت اوريكم عصاير طبيعيه كلها بدل العصاير اللي مش طبيعيه اللي الناس بتجيبها بس غاليه يعني. 100% بيقولك 100% برتقان. مادام كتبوا هنا في تركيا 100% هما في برتقان يعني. ده 86. ودي عصير بنجر مع رمان مع كريز، اسمه العصير الاحمر ب86، غالي شويه. بصوا دي عصير طبيعيه زي ما قلت لكم، طبيعيه يعني. معرفش انا بعيد الكلام ليه بس طبيعيه. حتى هتلاقوا الحاجات جوه مركزه. مكرونه ستيرمسون كذا. تعالي نجيب لي مكرونه الليلوش. كذا. كويس. تمام. بس كده يلا بينا. بابا مكان كويسنا. تمام كويس. الدقيق كيلو ب34. وده دقيق كامل الحبة. ده دقيق الشوفان ب52 الكيلو، وكامل الحبة ب33. وده دقيق باكي هيتم كوكونات اون للناس اللي بتعمل العيش اللي هو مفهوش جلوتين، مفهوش دقيق، مفهوش اي حاجه. مش فروزن، دي اون ايه. حسين بينام جنبي. ب189. يلا بينا. بصوا البراند المشهور هنا في السوبر ماركت ده براند هراس. كل سوبر ماركت بيبقى ليه براند تابع ليه، فهراس هي السوبر ماركت ده هو اللي بينتجها، غير طبعا الماركات العالميه التانية اللي بتبقى موجوده. بس البراند اللي هنا اسمها هراس وبراند ممتازه جدا. There's bakery area where? حسين بيقول تعالي وريهم المخبوزات هنا. This one? تعالى يا حسين، مش هحرمك من طلبك. بصوا ده قسم المخبوزات، الدوناتس. We want croissant, madam. مش عايزه كرواسون، لا انا عامله دايت يا حسين. والبراك التركي اهو. الكيلو ده سعر الكيلو 195. والسميت Lütfen ellemiyoruz. Sakın. والبيتزا التركية اهي. ده العيش الفرنساوي ده كنا بنجيبه زمان، فاكرة يا ماما ما كنا بنروح كارفور في مصر واحنا صغيرين،
كنا نروح مع خاله وكنا نجيب العيش الباجت الطويل ده. كنا اطفال بقى بنبقى فرحانين بيه قوي. ودي حطينا عشان تدوقوا منها. انا مش عايزه اكل. ليلى عايزه بقى هيتم ليلى بوند. يا بارد. البنت واقفه عماله عايزه تاكل. بصوا حطينا هنا تجربوا منها بعد كده تشتروها يعني تشتروا يعني 600 جرام ب 224. مش عايزه؟ هيتم سو ماتش بيج. ادي الابهات اهو ولا بيعرفوا يتعاملوا ولا بيعرفوا ياكلوا ولا يشربوا. تحيه للامهات يا جماعه والله بجد، ولا بيعرفوا ياكلوا فعلا ولا يشربوا. وده خبز صحي اسمه تشريك معمول بخميره صحيه. ممكن اشتري واحد والله. ده بالفواكه. هاتم باك these healthy one. Yes. Healthy ما. Ekşi mayalı. No, it's halk ekmek. اها حسين بيقولي لا ده مش صحي ده عادي. بس معمول بخميره صحيه. انا كل ما اقول نمشي بيجرجرني ان اتفرج. اديني بقول عماله اقول لكم همشي بقالي كام 10 دقايق همشي. يلا نمشي بقى خلاص. بص بسكوت البرتقال والحاجات دي مخبوزات هنا كتير. ايه دي مخبوزات بالطحينه. وبكده خلاص خلصنا وطلعنا بره السوبر ماركت وهنركب هنا عشان نروح البيت. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وقولوا لي ايه طلباتكم تاني. ان شاء الله الاسبوع الجاي هصور لكم في مكان بتاع المسلسلات اللي الناس طلبته. ان شاء الله لو رحنا هصور لكم هناك. بس كده. والاسبوع ده هحط لكم فيديو تاني غير ده. والله ببقى مشغوله جدا جدا جدا، فبحاول على قد ما اقدر اطلع الكابت في التصوير. فان شاء الله هحط لكم فيديوهات حلوه الصيف ده واشوفكم فيديو جديد. وما تنسوش اللايك، يعني لو وصلتوا لحد هنا دوسوا لايك للفيديو قبل ما تطلعوا عشان احس ان الفيديو فعلا عجبكم. ويلا اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.